موجود. كريم حقي خلص على السوبر جريناجرز. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. المنتخب التونسي يمر للمباراة النهائية. فرحة هستيرية شهدتها الشوارع التونسية قبل مباراة النهائي ضد المغرب في درة المتوسط الملعب الأولمبي برادس. يبقى تاريخ 14 فبراير 2004 نهار ما يتنساش من ذاكرة التوانسة. الدقيقة الخامسة المنتخب يدخل بقوة، دو سانتوس يسجل أول هدف، وبعد تعديل المغرب في الدقيقة 38 الجزيري مرة أخرى يعانق الشباك ويواصل كتابة التاريخ في الدقيقة 52. خالد فاضل وخالد عزيز، وصورة تغني عن كل تعليق. أول لقب قاري تحرز تونس على أراضيها كان بحضور رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي، وين تم التتويج ورفع الأميرة الإفريقية قدام 60,000 متفرج. أما اليوم زعما شنو يتفكروا التوانسة من 2004؟ فكر زيد وعلي بومنيجة والمولي هكا ولا جبنا تيتر. نفكر زعما شكون ينساك الفرحة هذيك والشيخ هذيك، مش نفكر كان كل خير. انا 2004 مازلت ما تولدتش، اما حكاولي على الفرحة اللي عاشوها كي ربحت تونس. ابارامون وقتها هزوا الكوب في تونس، لعبوا في تونس في استاد رادس. نسخة 2022 هل أنه تونس قادرة على تحقيق لقب آخر؟ ان شاء الله يا ربي نفرحوا كيما ما فرحناش في كاس العرب. نتمنى من كل قلبي نفرحوا وان شاء الله هوني في لافونيغ في بورقيبه نجي ونغني ونخرجوا بالدرامورات ان شاء الله يا ربي. كيما نقولوا ديما تونس في العلالي ان شاء الله يعملوا ايفور باهي وحاجه مفيده نوصلوا فينال ونهزوا الكوف ان شاء الله. شكرا للزميله اميمه جبالي اللي رجعت بينا للفرحه المزيانه هذه، ويا ربي تتعاود. خالد كيفاش عشت فرحه 2004؟ انا حشت ممكن ديفيرامون بارابور الشعب الكل، لانه انا كنت في القائمه وطلعت قبل الكوب دافريك كيما صار تقريبا لعصام الجبالي. هذه زيتوني ذولي زاد كيف انا وصلت ملاعبين نحاول قبل القائمه. دونك شو نقول لك، صحيح فرحانين لانه بريتو بلادنا هزت الكوب دافريكو، وينجم مش ينجم يرجع بالنفع انديريكتومون حتى ولو انت ماكش مشارك. ديما نقولوا وقت اللي بلادك تهز تيتر وتراه العباد يعطي قيمه مضافه للكره. الكره بصفه عامه صحيح، يعني العينين تتحط على الكره هذيك. دايور بعد كوب دافريك تقريبا الفريق الكل خرج يلعب في تونس، الكل خرجوا يلعبوا في اوروبا، منهم انا استفدت بعد مش جوز اولمبيك وكل شيء، خرجت لعبت البر. دونك الحقيقه تبقى يقعد انجاز نحبوا نذكروا اليوم، مازلنا ما عملناش كيف وان شاء الله نعاودوه. لكن في الوقت هذاك الحقيقه برشا ظروف كانت متوفره، فهمت. المنتخب كان وراه جمهور كبير، كان وراه اداره فنيه كبيره، كان وراه رئيس جامعه نحبوا نذكروا سي حمود بن عمار وفر كل شيء، كان فما مدرب كبير واطار فني. او الاداره معناها مش هي؟ لا مش هي. قبل كانت الاداره خير، كانت شوف ما هو الانجازات رئيس جاي مع الشرطه، هي من الانجازات تتنسب للناس الكل، فهمت. يعني كي يصير انجاز مشاركين فيه من المشاركين. دايوغ نقول انت سي حموده بن عمار لو فات اللي يجيب مدرب كبير كيما روجيه لومير، هذا راهو انجاز بطل العالم بطل اوروبا. هذا ديجا تحط على الصحه على السكه صحيحه. دونك كي نحكيو نحبوا نذكروا من لومير ما جبناش مدرب كبير في القيمه نتاعو، دونك هذا انجاز تسمى. روجيه لومير رجع الكره التونسيه دونك كانوا برشا ظروف متوفرين. الجمهور اللي داز فريمون في المناسبات ولا في المقابلات الصعيبه، دونك انجاز لازمنا نفتخروا به. لكن ما لازمش نخفوا غاديك. اليوم نحبوا نذكروا تونس يراونا في الافريق من البلدان المتقدمه على كل شيء، سواء على مستوى تكوين المدربين ولا كل شيء. مالوريزمون نقولوا السنين هذوما رجعنا خطوات ثاني، لكن ديما على مستوى المنتخب يقعد عندنا اسمنا وقيمتنا ان شاء الله. علاش لا وصلنا دومي فينال، لعبنا فينال كوبارا، ان شاء الله تكون الكاميرون طالع خير، وعلاش لا نهز كوب دافريك، خاطر هذا ما يتمناه الشعب التونسي. ان شاء الله زياد كيفاش عشت فرحه 2004؟
فرحة الجزيري اي صغير يعني وقتها بونتو الجزيري وسانتوس سيرتو ترشق بلغة الكورة تألق على الاخر في التورنوا هذيك وسجل برشا اهداف. الجزيري ممكن سجل بونتو الاول والاخر يظل لي وقتها. كليتون التسديده نتاع كليتون مقابله صعيبه على الاخر مع المغرب. الغسره نتاع نيجيريا نتاع السنغال حاج ديوف وقتها والاربيتر وكذا برشا كلام وقتها والضباب معناتها فريمون ذكريات وفرحه معناتها ما تنساش. ان شاء الله هي ذكريات جميله، ان شاء الله تتجدد يوم 6 فيفري 2022 في ذاكره الشعب التونسي، تتجدد معنا ان شاء الله في الكاميرون. نرجعوا توا ل 2022 باش نحكيوا على المشاركه في كاس افريقيا للامم الكاميرون. المنتخب اليوم سافر للكاميرون، منذر الكبير وجه الدعوه ل 28 لاعب تحسبا اي اصابات بكوفيد كما قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم. في القائمه عندنا في حراسه المرمى 4 حراس، بشير بن سعيد، ايمن دحمان، فاروق بن مصطفى، علي جمل. في الدفاع عندنا ديلان برون، منتصر تالدي، بلال عيفه، اسامه حدادي، عمر رقيق. والاظهره هز 5 اظهره منهم واحد تنقفوا عنده بولي بالون علي العابدي، واربعه لمحمد الدراجر عفوا، حمزه مثلوثي، محمد امين بن حميده، وعلي معلول. في الوسط والهجوم محمد علي بن رمضان، عيسى بن العيدوني، لياس خيري، غيلان الشعلالي، يوهان كزجار، سيف الدين خاوي، انيس بن سليمان، وهبي خزري، نعيم سليتي، حنبع المجبري، حمزه رفيعه، سيف الدين الجزيري، يوسف بساكني، وفراس بالعربي. عصام جبالي تم استدعائه في القائمه الاوليه، ومن بعد كما حكينا اللي فراس تضرب وعاودوا وجهوا له الدعوه وراسلوا الكاف، ما زلت ما صدر حتى بلاغ رسمي اسكو الكاف وافقت باش يمشي للكاميرون معاهم ولا لا. شنو رايكم في القائمه؟ نبدا معك خالد. والله شو خلك ديما اي قائمه تصير نتاع كاس افريقيا عربيه اللي تحب انت ديما ما يكونش عليه اجماع 100%. انا حاسب رايي فيها على الاقل نقص والا 2. راي اللي كشريده لاعب مفروض يكون في المنتخب، يلعب في بطوله قويه في العالم اللي هي سيريا في ايطاليا. الكوب دافريك اللي فات عمل مردود كبير ياسر، فمع المنتخب المقابلات العالم الاخرين كان في مستوى جيد. دونك يبدا عندك ملاعب بالفالور هذه ما نجمش نستغنى عليها هكاك. قال شنو هو كوفيد؟ الكوفيد لا بري برافو، فما ملاعب يمرضوا بعض بالكوفيد. صحيح. دونك الحقيقه فما حاجات ما يخليونا نتسائلوا شنو هو. هذا مشكلتنا احنا في تونس، اللي يستحقوا يعطي حقه. فما نقعدش نعمل في حساب خاطر هذا الملاعب هذا ولد بلادي والاخر نغطي به الجمهور ويغطي عليا. نفس الشيء فاروق بن مصطفى، انت كانت تمشي منطق العدل، فاروق غلط، معز حسن غلط، نحيهم الزوز، تخليش واحد ناحيه واحد. ممكن هو ممكن التفسير نتاعو يقول ضربات الجزاء، ممكن نخليه لضربات الجزاء. هو قوي في ضربات الجزاء. اي معناتها هو حطه. اما هو يحسب كل شيء من بعد. ان شاء الله نوصلوا ضربات الجزاء وفاروق يمنع. في الاخر نربحوا، يعني في الاخر نتعدوا. مش مشكل، احنا نحكيو جنرالمون، فهمت. فوالا الباقي الكل حقيقه ما ريتش انا يعني ما ريتش شكون ما يستحقش موجود. اللاعبين الموجودين يستحقوا، لكن فما لاعبين اخرين كان نجموا يكونوا موجودين كما قلت لك كشريده. الحقيقه انا نراه اللاعبي عنده المكان نتاعو في المنتخب. كشريده بالضبط، الناس الكل حكيت على كشريده كيفاش ماهوش موجود، والاصابه كوفيد يعني ما طلبش راحه طويله، وعرفنا تو رجع مش يلعب الاسبوع هذا مع رجع. هو اصلا تعجب، هبط ستوري على انستغرام متعجب كيفاش معناها لم يتم استدعائه. زيد 4 حراس في القائمه. حقيقة 4 حراس كي شفنا من الأول قلنا برشا وكل، لكن شوف مقابلة الجزائر كانش تلعب مقابلة ودية 3 أيام التالية و4 أيام قبل مقابلة غانا مع سيراليون تقريبا، نسيت اسم المنتخب اللي لعبت معها الجزائر. غانا قبل غانا فما مقابلة تلغات مع سيراليون، يظل لي المنتخب سيراليون. علاش سيراليون يعني في مبرمجه بعد المباراه احنا ما هما نسيت اسم المنتخب بالضبط، اما تلغات علاش؟ على خاطر 3 اوغندي يظل لي 3 حراس الكل، واحد كوفيد، واحد ما دخلوش القطر على خاطر ما عندوش الباس، وواحد تضرب في يده تلغات.
هنا اقتنعت علاش هز 4 سورتو توا جاي معناتها برشا قاعدين يمرضوا بالكوفيد وجايه موجه معناتها 4 حراس في الوضعيه هذه سورتو في الوضعيه هذه نجموا نتفاهم حتى من الاول اني تعجبت اول مره معناتها نهزوا 4 حراس لكن زاد اول مره 28 قائمه ب 28 لاعب كانت قبل 23 لاعب معناتها زادوا 5 لاعبين على خاطر الكوفيد دونك زاد حارس مرمى معناتها عادي. بالنسبه للقائمه ككل تقريبا 90% معناتها الناس كل معناتها مقتنعين بالاسماء ذيك تقريبا الاسماء الموجوده عندنا الا كي شريده سعد بقير يعني يقول زاد سعد بقير قاعد يقدم في مردود كبير ياسر في الخليج العربي لاعب ممتاز ياسر ما نقولوش كتيتولار لكن في القائمه كان ينجم يفيد من بعد كي يدخل في هو ضمن التشكيله المثاليه في الدوري السعودي اللي يعج معناها من افضل اللاعبين اللي صنعوا كرات وصنعوا اهداف في البطوله السعوديه ولاعب ممتاز على الاخر معناتها ويعطيك الاضافه وقت اللي يدخل حتى من بعد 20 دقيقه ولا وقت اللي وتحط انت في مخك زاد الاصابات تحط في مخك كوفيد دونك معناتها بقير نتصور وكشريده هما الزوز اللي ظلموا في القائمه هذه سينو تقريبا هذوك هما الاسماء ممكن كان نجم كشريده يدخل حتى في بلاصه العاب كشريده هو اكثر حاجه غير نقولوا انت المثلوثي خلاه خاطر نجم يلعب كاكسيال سورتو وقت اللي يلعب بثلاثه نجم يلعب كاكسيال دروا مثلا وكشريده مع دراجر ينجموا معناتها زوز نتصور دراجر بلاصته واضحه كشريده يقعد كخيار ثاني معناتها دراجر في المنتخب كان معوض كشريده يعني تجي ما تهزش كشريده امر يعني يدعي للتساؤل هذه حاجه من الناس الكل معناها قاعده كيفاش كشريده ما يمشيش والتبرير غير مقنع معناتها يقول اللي كورونا وحتى اذا بري ينجم من بعد يعدي اصحابه وكذا حتى بعد ما يبرق هذا الكلام تاع سيمون لكن مثلا تو حنا بعد زاد مرض وباش يخلط من بعد باش يعدي اصحابه بعد ما يمرض معناتها ماهيش مقنع التبرير الجزائري اليوم مسافر معناها البارح يظهر لي مسافر اليوم مع ليش بعد 5 ايام ريكوبير يعني يعمل تيست ما يبدا لاباس نيجاتيف ينجم يسافر سيرتو توا هذه الاوميكرون معناتها ماهيش قويه برشا هذا الطب باش يحكيو تاع 5-7 ايام خيارات منظر كبير ويتحمل مسؤوليته بعد تحاسبه بعد كان الناس الكل باش تحاسب. هو المشكله تعرف شنو احنا ديما تحتاج حتى للتاريخ احنا فما راهم جزئيات يربحونا ولا يخسرونا نرجع لك للكوب دافريك نتاع 2017 وقت اللي تحط طاح علي معلول من مباراه اسمها بوركينا فاسو ولعب ايمن عبد النور خسرنا صحيح وقت اللي كان الفريق القوه بتاعه الجهه اليسار فما جزئيات احنا اليوم نفترضوا دراجر لا قدر الله صارت له اصابه شكون نورمالمون بعده وشكون معناها مش باش يلعب من الاول نورمالمون نحط واحد في الفالور نتاعو حمزه المثلوثي مع كامل احتراماتنا ليه لاعب ممتاز اللي هو لكن يجي بعد دراجر وكشريده اليوم نمشي وانا ناقص حاجه علاش وقت اللي بالعكس لازم نمشي 200% باش نلعب في كومبيتيسيون ماهيش كومبارابل في طقس اخر مع ريتم اخر وستارات تو باش يجيو يلعبوا في الاوروب السنغال ومصر بمحمد صالح والجزائر ويعني الجزائر بالنجوم مش الجزائر نتاع الكوب داراب لازم تمشي بالليزار نتاعك الكل صحيح وان شاء الله فهمت ما بالك تمشي ناقص حاجه صحيح بربي بوست عليه العادي بوليفالون شنو معناها شنو حاب يقول منظر الكبير خالد والله حاب يقول الملاعبي هذه نستحقوا في برشا مراكز مش يلعب في الهجوم مثلا نعرفوا ظهير ايسر علي العابدي معناها يعني ما ينجم يكون كان ظهير ايسر اما شنو علي العابدي في الفريق نتاعو ساعات يستحقوا يلعب على الجهه اليمنى اما ذاك في فريق مش في المنتخب المنتخب نزل اللاعبين يلعبوا كل جوار سبيسياليست في البوست نتاعو ما تجيبش انا لا قدر الله كان راعي العابدي يلعب في لاتيرال دروا نقول فضيحه ليكيب ناسيونال خاطر عندي ملاعب يلعب في اوروبا في احسن فريق من ناحيه العام ما عيطلوش ونجيب واحد جوشي يلعبوا على اليمين وقت تولي مشكله والفرضيه راهي هذه تنجم تصير بشده سوبوزون دراجر مرض كوفيد وضرب المثلوثي شكون باش يلعب اكسونتري عليه العابي دونك فضيحه المنتخب وقتها دونك ترجعوا للديتاي اللي كيشري لازم يكون ملول موجود علي العابد يكون موجود مش موجود هذه اختيارات اما كيف باش اختاروا في البلاصه نتاعو ممكن هو زاد يلعب باكسيال جوش كان اذا لعب بثلاثه معناتها كخيار ثاني او ثالث اما معناتها مش مقنع الحقيقه مش مقنع جمله
منذر الكبير يتحمل مسؤوليته في خياراته. نحكيو توا على يوهان توسكار بعد اعتزاله دوليا يرجع للمنتخب التونسي. يوهان توسكار، رأيك في دعوة يوهان توسكار بعد تقريبا 4 سنين توا معناها من 2015 ما لعبش في المنتخب. والله احنا ما نجمو شوف فما حاجات نعرفوهم حاجات نجهلوهم. ينجم يكون هو عنده اتفاق وسكويسور عنده اتفاق مع الناخب الوطني، وسكويسور الناخب الوطني مادام استدعاه يتبع فيه ويشوف ويعرف شنو ينجم يضيف للمنتخب. لكن اليوم الحقيقه انا كنت نخير راي عصام الجبالي يكون موجود، والملاعب هذا انا راه من المظلومين في السنين الاخرين، لانه لاعب ينشط بانتظام في الفرق اللي يلعب فيها الكل، يسجل في الاهداف، وين يجي المنتخب الا ويصير التقسيم نتاعو. وهذا انا نحط روحي في بلاصتو ما يجيش. مش تستدعاه يكون محترم، ما تستدعاش باش تقزمه الا تحطه في التريبون والا تستدعاه في اخر ستاج نتاع الليسته، ومن بعد تقول له لا سامحني تروح، وتجيب ملاعب اخر اللي عنده 5 سنين والرغبه نتاعو سافوار موجوده ولا، لانه 5 سنين تالي قال اعتزلت دوليا واليوم عمره 35 سنه. دونك نخير ان الملاعبي اللي يكون اصغر. يعني عصام الجبالي من رايك اولى بالدعوه؟ اولى حتى للمستقبل، مش اولى لليوم، مش للكوب دافريك بركه، اولى للمستقبل. لما كي تجي انت تحطم له بربي المعنويات نتاعو بجاست كيف نحكى دي جاست مش مره برك، خاطر ساعتها مع الحكايه يولي ملاعبي بنا مونتال باش حتى باش يقبل الدعوه نتاعك. اليوم ما عرفوش باش يمشي مع ليكيب ناسيونال ولا، اما لا وجاء شنو باش يكون الاحساس نتاعو، شنو باش يكون تفكيره. دونك انا رايي اللي خسرنا ملاعبي جراتويتمون كنا نجموا نعطيو الشانس نتاعو. مانيش باش نستدعاه ولا مش في مخي، ما استدعاش الاخر الستاج فيه 10 ملاعبيه ونقول له بعد لا خاطر ما جا ملاعب ياخذ. الطريقه الحقيقه ما عجبتنيش انا. تبقى توسكار انت كنت لاعب سابق تعرف شنو يحس اللاعب، تمس منه طبيعي يحسها ويكون عامل ديتيرمينون في الانتجراسيون نتاعو. من بعد بالبوزيتيف ولا النيجاتيف نجم يكون ياخذ بوزيتيفمون، وهذه حاجه صعيبه ياسر ويعمل رياكسيون كيما نجم لاعب ياخذ بمونتال فيبري يتمس وما يعطيكش البلوس. دونك ديما نقول انا شوف نقارنوا بلاعب ياخذ اللي عمره 35 سنه وكما قلت لك سافوار عنده الرغبه باش يلعب ولا. دونك ما نشكوش في قيمه توسكار ونتمناو ان شاء الله يعطي البلوس. لكن الكوتي الاخر فما ملاعب كان نجم يكون موجود ويستحق زاد. زيد مستيري، هل ممكن انه يوهان توسكار يقدم الاضافه في الدوره هذه حسب رايك؟ شوفي البوست هذيك يظل هي المشكله نتاع المنتخب التونسي تقريبا من سنوات. هو راس الحربه وحراسه المرمى. اي بالضبط، هذوما هما المشاكل. اهم دو بوست. مشاكل اهم دو بالضبط. باش تسجل باش تربح وباش تمنع البنطوات بالضبط. من اهم لي بوست صحيح. وهذوما تقريبا مشكله مش في تونس بركه، معناتها مشكله في العالم الكل. لي زاتاكون احنا ما لحقنا فيهم. يعني عندي اكاديميه كي يجيك صغير يقول له انت بتلعب، يقول لك مهاجم، بعد ما نلقاوش مهاجمين. علاش؟ على خاطر صعيبه البوست هذه، وقت اللي يلعب بالظهر في وسط معاه 2 زاكسيو سورتو، ولا كان باش يلعب كونتر 3 زاكسيو باش يلعب بالظهر ياخذ كوره ويطيح، وبعد المسه بركه يحط كوره في الشبكه، حتى يلزمها برشا صنعه. مش اي لاعب نجم يلعب البوست هذه، فما برشا لاعبين يلعبوا في الهجوم، لكن كراس حربه معناتها فما مشاكل. ما عندناش تقريبا لاعبين في نيفو عالي. تقريبا توا الجزيري افضل لاعب شفناه في الفاز دو بول مع في الكوب داراب، مع معناتها معناتها منتخبات اقل شويه مستوى. وقت اللي دخلنا في الماتشات الصحاح لعبنا مع مصر مع الجزائر غاب تقريبا، مش موجود. الفرصه الوحيده اللي ضايعه صحيح نتاع التيتر بالضبط صحيح، في دقيقه 85 وقتها. ووقت اللي يكون كنا في بالنا بونتو الفرصه هذيك، صحيح كان يقتل، صحيح كان يقتلها، في بالنا هدف هذاك معناها ريناها داخله صحيح. ما جاوبتش زياده على يوهان توسكار. اي اللي جاي توسكار كمل لك مع الجزيري. وقت اللي لقي ديزاكسيو لقي روحه محاصر ولا يخرج من 18 متر، ولا هنا يضعف خاطر فنيا ماهوش قوي برشا، ولا باش يجري بالكره ولا يعطي باس الاخرى، هو قوته في وسط 18 متر. وقت اللي يلقى محاصره على ثقه معناتها يخرج من 18 متر يضعف برشا. توسكار نتصور كيف ما قال سي خالد، عصام الجبالي هو الاولى بعد الجزيري وثم توسكار.
خاصة هو شارك في التربص الاول المنتخب. صحيح عيط له بعد تنحى. كنا تفاجئنا معناها. ونتصور اني كان نجيو نرتبوا، نتصور الجزيري الاول ومن بعد جبالي ومن بعد يجي توزغار، وكان نجم يعيط له توا بعد ما تضرب بالعربي ممكن كان يعيط، لكن نتصور الثلاثه مش في مستوى عالي نتاع اللي نجموا يفيدونا برشا في الكان، ويلزمنا نلقاو حل للمشكله هذا نتاع البوست راس الحربه، على خاطر وقت اللي تصنع فرص وتسيطر وتستحوذ ما تجسمش مشكله كبيره، سورتو مع فرق كبيره ياسر وماش باش تجيك برشا فرص. معناتها اذا ما عندكش مهاجم اللي يحط انصاف الفرص يسجلهم معناتها باش تلقى مشاكل كبيره، سورتو مع الفرق الكبرى والسنغال مع مصر.